السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن أهم أداة في الإكسل، أو يعتبر من أهم الأدوات اللي موجودة في الإكسل واللي بتستخدم في عديد من الحاجات. أهمها طبعا التحليل، تحليل البيانات. لو عندك جدول زي كده في مجموعة من العملاء والأصناف اللي هم اشتروها أو اللي باعوها أيا كان، فالكميات والسعر والقيمة، وعندي العميل بيشتري صنف أكتر من صنف في تواريخ مختلفة. فهنا مطلوب ان انا اعمل شيت لكل، او افصل كل عميل بالداتا بتاعته في ملف منفصل. ازاي هقدر اعمل الكلام دوت؟ طبعا انا هعمل الكلام دوت باستخدام اداة البيفت تيبل. ازاي يا جماعة؟ هاجي هنا الاول، اقف كده في اي خانة في الجدول بتاعي، واروح على قائمة insert، وهاجي هنا على البيفت تيبل واعمل له في insert بيفت تيبل. هقول له تمام، انا عايز في شيت لوحده، هقول له اوكي. هلاقيه هنا طلع لي الداتا بقى، اسماء العواميد. طبعا لازم يا جماعه وانا بعمل البيفت تيبل يبقى في اسم على العمود عشان نقدر نتحرك فيه. اول حاجه هنا بيقول لي التاريخ، فانا لو جيت هنا علمت كده على التاريخ هلاقيه حطه لي في الرو. اسم العميل ده انا هحطه في الفلتر، وهقول لكم ليه. الصنف هيجي في الرو، الكمية هتدخل على الفاليو، والسعر على الفاليو، والقيمة على الفاليو، بنفس الشكل ده. بس الشكل ده يا جماعة كده مش ده الشكل اللي انا عايزه. يعني انا عايز شكل يبقى بشكل مبسط، ما يبقاش التاريخ والصنف تحتيه والكلام ده كله. فهدخل هنا على قائمة ديزاين، وادخل على اول حاجة هدخل على سب توتال. هقول له انا مش عايز اظهر السب توتال، هعمل دونت شو سب توتال. والجراند توتال هقول له اظهر لي التوتال بتاع الصف الواحد. وهاجي على ريبورت لي اوت دي، وهدخل على شو انتابيولار فور. هيظهر لي بص الشكل كده، التاريخ، الصنف، الكمية، السعر، القيمة. تمام. هنا بقى ممكن تختار اشكال براحتك، من هنا كده تختار الاشكال اللي انت عايزها، الشكل اللي انت عايزه، تغير الايه الفورمات بايا كان براحتك يعني. طيب انا هنا دلوقتي عايز بقى اعمل ايه؟ انا عايز اجيب ملف لكل عميل يوضح لي ايه الحركات بتاعته، او العمليات اللي هو عملها لكل صنف وهو في التاريخ. هاجي هنا على بيفت تيبل اناليزس، وهاجي على اوبشن دي كده، وهعمل اعلم على شو ريبورت فلتر بيج. لاحظوا يا جماعه لما ادوس عليها كده ايه اللي هيتم؟ هيقول لي انت عايز تعمل ريبورت باسم العميل، هقول له اوكي. بصوا كده يا جماعه، فتح لي ملفات لكل عميل، ملف لكل عميل بيوضح لي فيه الحركات اللي هو عملها بالتواريخ بالشكل ده كده. عند ايمن جمعة مثلا يوم 8/1 اشترى ماوس، كمية كانت 93 والسعر 507، وفي الاخر الاجمالي بتاعه. ده سر من اسرار البيفت تيبل المهمه جدا. والحركه دي يا جماعه بتسهل عليك وقت ومجهود رهيب. انت متخيل ان انت عندك شيت كبير وشيت مليان عملاء، والمفروض ان انت هتفصل العملاء ديت بكل عميل على حده بالداتا بتاعته وبالملفات بتاعته. ده كان موضوع حلقتنا النهارده. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش دعم القناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.